فيلمنا بيبدأ في مدينة أروك مع مايكس وهو عند العرافين عشان يعرف ايه هو مصيره ومصير المدينة. فبيقول له العرافين ان حياته هتنتهي على ايد ابن الملك زد اللي لسه ما اتولدش، وساعتها بيقرر مايكس انه لازم يقتل ابن الملك وهو في بطن الملكة عشان يبقى امن مستقبله، وخلى كلام العرافين كده. وبيدخل عليهم الملك زد بنفسه وبيقبض على مايكس عشان يحبسه، لكن بتبقى واحدة من العرافين خدت امر من مايكس بقتل الطفلين، وبتقدر انها تدخل اوضة الملك وبتستخدم سحرها وبتنقل الجنين من رحم الملكة لرحم الحيوان اللي معاها عشان تاخده وتقتله بعيد عن القصر. وبتنجح العرافة في خطتها وبتاخد الطفل للغابة عشان تقتله، وفي نفس الوقت بيكون في مزارع بيعدي من خلال الغابة وبيلاقيها بتحاول تقتل طفل رضيع بعد ما بتحرقه في ايده، فبيهجم عليها وبيرميها في النار اللي قدامها اللي كانت هترمي فيها الطفل، وبياخده وبيهرب بيه بعيد عن المكان، وبيقرر ان هو اللي هيربيه في القرية بتاعته. وبيرجع بيه المزارع على قريته وبيسميه دار، وبيعلمه كل حاجة هو عارفها وبما فيهم استخدام السيف. وفي مرة بيكون دار مع والده بيساعده في الزراعة بعد ما بيكون كبر شوية، فبيهجم دب على صاحبهم وبيقتله وبيتجه ناحيتهم بعد كده، لكن دار بيروح ناحية الدب وبيفضل باصص له كأنه بيتواصل معاه لحد ما الدب بيسيبه وبيمشي. وبيعرف والده ان ابنه عنده قدرة التواصل مع الحيوانات، وبينصح دار ان محدش يعرف القدرة اللي عنده. وبيعدي الوقت وبيكبر دار اكتر وبيبقى هو اللي بيهتم بارض القرية وبيزرعها، لحد ما في يوم بيلاقي ان الكلب بتاعه بينبح ناحية القرية، واما بيروح دار عشان يشوف سبب نباحه بيلاقي ان في جيش اسمه جيش الجنز بيهاجم قريته وبيقتل كل اللي فيها. وبيحاول دار انه يدافع عنهم لحد ما هو نفسه بيتضرب وبيغمى عليه، وبيفضل الكلب بتاعه يشده عشان يبعده عن القرية وما يموتش مع الباقي. وبيبقى قائد الجنس هو مايكس، واما بيفوق دار بيلاقي ان الكلب بتاعه ميت جنبه وقريته متدمره تماما وكل اللي فيها مقتول ومنهم والده كمان. وبيفتكر كلام والده اما قال له ان العلامه دي هيعرف سببها في يوم من الايام، وان لو حصل له حاجه في يوم من الايام ياخد سيفه وسلاحه عشان هيحتاجهم في حياته ويدور على الجنز ويقضي عليهم، وان مصيره هيلاقيه في مدينه اورك. وبعد ما بيجمع كل اهل قريته وبيدفنهم بالطريقه المناسبه بيبدا رحلته ناحيه اورك وبيتدرب في خلال طريقه، لحد ما في مره بيلاقي ان في حيوانين سرقوا الحزام بتاعه وبيجري وراهم عشان ياخد حزامه منهم، لكنه بيغلط وبيقع في رمال متحركه وبيحاول انه ينقذ نفسه باي شكل. وبيوصل لغصن الشجره اللي فوقيه، لكن الغصن بيبقى عالي جدا والرمال بتسحبه لتحت اكتر، فبيحاول انه يتواصل مع الحيوانين عشان يساعدوه. وفعلا بيقفوا على الغصن اللي فوقيه وبينزلوه ناحيته وبيمسك فيه وبيخرج من الرمال المتحركه، وبيقرر انه يربي الحيوانين دول وبيسميهم كودو وبودو، وبيبقى دول اول اصدقاء لدار في الرحله بتاعته. وتاني صديق ليه بيكون النسر اللي بيقدر انه يشوف من خلال عينه كل المكان اللي حواليه، وكأن عين دار موجوده في النسر، وساعتها بيسمع صوت نمر قوي، واما بيركز اكتر بيقدر انه يعرف مكان النمر وان في 2 من قطاع الطرق رابطينه وهيقتلوه، وبيقرر انه يساعده وبيهجم عليهم بمساعده اصدقائه الحيوانات كلهم. وبعد ما بيقضي عليهم بيقول دار انه كده بقى معاه عيون الصقر وكودو وبودو اللي بيساعدوه في سرقه اي حاجه عايزها وقوه النمر كمان. وبيكمل رحلته وبيلاقي ان في بنتين موجودين في بحيره قريبه منه، فبيراقبهم من بعيد وبيأمر حيواناته انهم يسرقوا حاجتهم عشان يخلي البنت تجري وراهم وتقرب منه هو. وبيكون دار مجهز النمر انه يقف قدامها عشان يراقبها ويعمل دار نفسه بينقذها، وفعلا بينقذها من النمر وبيحاول انه يتقرب ليها، لكنها بتضربه وبتساله هو مين، فبيقول لها ان اسمه دار وبيطارد الجنس عشان يقضي عليهم، فبتقول له انه مستحيل يقضي عليهم لوحده. وبتعرفه على نفسها ان اسمها كيري عبده في معبد الكاهن، وما تقدرش انها تبعد عن المعبد الا بامر من الكاهن مايكس بنفسه، والا ممكن يقتلها وبيقع منها العقد بتاعها. فبياخده دار بعد ما كيري بتسيبه وبترجع من تاني للمعبد بتاعها، وبيفضل دار يفكر فيها وبيقرر انه يروح وراها المعبد ويحاول يحررها من الكاهن اللي اسمه مايكس. وبيوصل مكان غريب وبتعترض طريقه ومخلوقات بتحاول انها تقتله زي ما بيقتلوا اي بشري بسهوله، وبيحاصروه من كل مكان. لكن بعد ما بيجي النسر وبيقف على ايده بيلاقي ان كل المخلوقات بتحترمه بسبب النسر، وقبل ما يمشي بيديله مخلوق منهم سلسله عليها الرمز بتاعهم، فبياخدها دار وبيهرب من المكان. وبيفضل يدور على المعبد اللي كان فيه كيري لحد ما بيوصل له، وبيكون مايكس موجود على هرم ضخم وبيضحي بالاطفال وبيقدمهم قرابين، وبيكون مايكس شايل بنته وعايز يرميها في النار، لكن دار ما بيقدرش انه يقف ساكت وبيأمر النسر بتاعه انه ينقذ البنت، وبيشيلها وبيطير بيها بعيد عن المعبد عشان ينقذ حياتها. وكل اهل المعبد بيركعوا على الارض الا دار هو اللي بيفضل ظاهر قدام مايكس، وبتشوفه كمان كيري. وفجأة بيختفي دار من وسط الناس وما بيقدرش مايكس انه يلاقيه. واما بيجي الليل بيروح دار على بيت ابو الطفل عشان يديها له بعد ما انقذها من الموت، وبيشكره الاب وبيقول له انه ممكن يعمل له اي حاجه يقدر عليها. فبيساله دار عن كيري عبده الكاهن، فبيحكي له الاب ان مايكس ذبح اغلبيه الشباب الموجودين في مدينه اورك، والملك زد محبوس بقاله سنين في سجن الهرم، وابنه اختفى ومحدش عارف مكانه. ده غير ان مايكس استولى على المدينه كلها بسبب قوته وقوه الساحرات والعرافين اللي معاه، ومحدش قادر انه يقف في طريقه، واللي بيحاول بيبقى مصيره الموت. ده غير ان العبيد اللي من ضمنهم كيري بيتجهزوا للموت والتضحيه بيهم في طقوس خاصه. وبيشكروا دار وبيخرج من بيته وهو مقرر انه لازم ينقذ كيري قبل ما يتم التضحيه بيها. وفي نفس الوقت بيكون مايكس موجود مع الساحرات بتوعه وعايز يعرف مكان الشخص اللي وقف قدامه في المعبد، وبيؤمر حراس انهم يدوروا على الشخص ده، وبيديلهم خاتم في عين هتدلهم على مكانه، وبيتحركوا على الغابه اللي هو فيها. وبيكون دار ماشي مع النمر بتاعه وبيتعرض للهجوم من حراس مايكس، وبيقدر انه
بيقتل واحد فيهم وبياخد الخاتم بتاعه، والتاني بيهرب بالحصان، لكن النمر بيطارده، وللاسف النمر بيقع في فخ معمول في حفره وما بيقدرش انه يهرب منها. وقبل ما الحارس يقتل النمر بيظهر راجل في ظهره وبيضربه بالعصايه بتاعته وبيرميه للنمر اللي بيخلص عليه، وبيكون الشخص ده هو سيث اللي كان حارس الملك زد، وقدر انه يهرب من سيطره مايكس ومعاه طفل صغير اسمه تاو. وما بيجي لهم دار بيعرف ان سيث سبب في انقاذ نمر وبيشكره، وبيساعدوا بعض في خروج النمر من الحفره، وبيعرفهم دار بنفسه وانه ناوي يقضي على الجنس لانهم دمروا مدينته. وبيكون سيث بقاله 3 سنين بيحاول انه يكون جيش كبير عشان يقضي على الجنس وعلى مايكس عشان يحرروا الملك من السجن، وان تاو ابن الملك وهو المسؤول عنه. وبيقرر دار انه يساعده في خطته وبينضم لهم، وبيقعدوا كلهم سوا، وبيعرفهم دار على حيواناته وعلى كودو وبودو محترفين النشل والسرقه، وانهم بيسرقوا اي حاجه قدامهم. وبينزل كل الحاجات المسروقه من الشنطه، وبيبقى من ضمنهم خاتم العين وسلسله كيري، وبيعجب تاو بالخاتم وبيلبسه، وبياخد باله من سلسله كيري، وبيقول ان السلسله دي بتاعت بنت عمه كيري اللي مايكس خاطفها. وبيفهم دار ان كيري مش عبده ومع ذلك هيتم التضحيه بيها. وبعد ما الكل بينام بيقدر دار انه يشوف من خلال عين النسر ان مايكس والسحره واخدين كل العبيد اللي عنده ورايحين يضحوا بيهم في مكان وسط الجبل، وبيكون من وسط العبيد دول كيري، وبيبلغ سيث باللي شايفه، وبيقرروا انهم لازم ينقذوها قبل ما تموت، وبيتنكروا عشان محدش يعرفهم، وبيستنوا حراس مايكس والعبيد اللي معاهم وبيهاجموهم عشان ينقذوا كيري منهم، وبيقدروا انهم ينقذوها وبيهربوا قبل ما يتقبض عليهم. وبيقرر دار انه يساعدهم في انقاذ الملك زد من سجنه، وبيسيبهم سيث عشان يروح يجمع الجيش اللي يقدر عليه، وبيقول لهم انه هيرجع لهم بعد ليلتين. وبيقدر دار وكيري ومعاهم تاو انهم يدخلوا المدينه من تاني بمساعده الاب اللي دار انقذ بنته، وبيدخلهم وهو مخبيهم في القش، وبيوصلهم لحد الهرم اللي المفروض الملك محبوس جواه، وبيلاقوا ان المكان من غير اي حراس. واول ما بيدخلوا الهرم بيلاقوا ان في وحوش بتحمل مدخل من ورا قضبان، فبيقدر دار انه يتفاداهم وبيوصل للمقبض اللي بيقفل على الوحوش عشان الباقي يعدي بامان. وبعدها بيلاقوا ان في 2 معاهم مفاتيح السجن وبيبقى لازم يسرقوها منهم، فبيستخدم دار الحيوانات بتاعته عشان يجيبوا له المفاتيح. وبيشوف الحراس وهم بيحولوا المساجين لوحوش عن طريق انهم بيحطوا ماده معينه في راسهم بتخليهم اقوى بكتير وما يخافوش من حاجه، وبيبقوا عباره عن وحوش ما بتحسش. واول ما المسجون بيتحول لوحش بيقتل الحراس وبيكون حر في المكان، وبيفضل دار واللي معاه يدوروا على زد لحد ما بيلاقوه في زنزانه بابها مفتوح. واول ما بيدخلوا الزنزانه بيطلع فخ مايكس عامله عشان يخلي الساحره تقتل دار، وبتحاول انها تهجم عليه وترمي عليه ماده تأمين مؤقتا وما بيبقاش شايف قدامه. وساعتها بيستخدم دار عيون النسر بتاعه عشان يشوف مكان الساحره، وبيقدر انه يقتلها بسيفه، وبيهرب مايكس منهم. وبيفضلوا يدوروا على الممر اللي هيخرجهم من سجن الهرم، وما بيرضاش دار انه يخرج معاهم لانه لازم يلاقي كودو وبودو الاول. وبيدخلهم هما الممر وبيرجع يدور على حيواناته، فبيلاقيهم عدوا من تحت عتبه الباب اللي قدامه وبياخدهم وبيهرب فورا من الهرم. وبيبقى الاب مستنيهم بالعربيه بتاعته عشان ياخدهم ويجري من المكان. وبيخرجوا من المعبد فورا وبيروحوا ناحيه الصحراء اللي سيث مستنيهم فيها ومعاه الجيش اللي قدر يجمعه. وبيكون الملك زد معاهم وبيقول لهم انهم الامل الاخير لمدينه اورك انها تتحرر من مايكس وشره، وانهم قادرين على هزيمته هو وجيشه ووحوشه. لكن دار بيعترض على كلامه وبيقول انه لو قتل مايكس هيجي الجنس للمدينه من تاني، ودول محتاجين جيش كامل لهزيمتهم ولازم الاول تبقى في خطه. فبيقول زد عليه انه جبان وبيطرده من وسطهم، فبيمشي دار من وسطهم بعد كل اللي عمله لانقاذ الملك. وبتجيله كيري فبيسالها لو ترضى تهرب معاه، فبتقول له انها ما تقدرش تهرب وتسيب اهلها ومدينتها للموت بدون ما تحاول تساعدهم. فبيقول لها انه هيقعد معاها ومش هيسيبها لانه بيحبها. وبيكون زد بيقول لهم عن اللي هيعمله، وساعتها سيث بياخد باله من خاتم العين اللي تاو لابسه وبيرميه في النار وبينفجر. وبيقول سيث للملك ان مايكس دلوقتي عرف كل خطتهم ولازم يهربوا، لكن الملك بيصر على الهجوم. وبيجي تاني يوم وبيصحى دار من النوم ما بيلاقيش حد حواليه من الجيش، وبيعرف ان الهجوم على اورك فشل وكلهم اتاخدوا كاسرى ومساجين عند مايكس من تاني. وبيجري دار مع حيواناته ناحيه المعبد قبل ما مايكس يضحي بيهم ويقتلهم، وبيحاول انه يقتل الحراس. وبيقدر كودو وبودو انهم يقطعوا الحبل اللي مكتف سيث وتاو عشان يتحرروا ويساعدوا دار في حربه. وساعتها بيفهم مايكس ان كلام العرافين اللي كان من سنين حقيقي وممكن يتحقق، وان دار هو ابن زد. فبيروح لزد وبيهدد بقتله، وبيقول له ان ابنه اللي خطفه من سنين كبر دلوقتي وجاي عشان يقتله، لكن هو اللي هيخلص عليه الاول. وساعتها بيفهم زد ان دار ابنه المخطوف، وبيخلص مايكس على زد وبيقتله، وبيروح على دار كمان وبيتواجهوا سوا على قمه الهرم. وبيقدر دار انه يطعنه وبيفتكر انه خلص عليه، لكن مايكس بيقوم من وراه وفي ايده سكينه وبيحاول يقتل دار من ظهره، لكن كودو بيهجم على مايكس وبيقعوا هما الاثنين في النار وبيموتوا. وبيكون ظاهر ان الجنس جايين من بعيد لناحيه المدينه، فبيقرر دار انه لازم يحاربهم والا الكل هيموت. وبيفتكر السلسله اللي معاه وبيديها للنسر يمكن يطلب مساعده من الوحوش اللي قابلهم قبل كده. وبيأمر دار كل المدينه انهم يخفوا الخندق اللي مليان ماده ممكن يتولع فيها، واما بيهجموا الجنس عليهم يقعوا في الخندق ده. فبيحاول تاو انه يروح يولع في الخندق لكنه بيتضرب بسهم وبيجي في كتفه، فبتاخد كيري الشعله منه وبترميها على واحد من اللي كانوا في الخندق وبتولع فيه وبيقع في الخندق، وبيولعوا بكل الجنود اللي فيه، لكن عددهم بيبقى كبير وبيحاصروا دار واللي معاه. وقبل ما يهجموا عليه ويقتلوه بتظهر الوحوش اللي بيقدسوا النسر
وبيخلصوا على كل الجيش الجينز بسهوله، وبعدها بيختفوا من المكان بعد ما المدينه بتكون في امان، وبيقدروا انهم ينقذوا تاو من الموت. وبيبقى دار عايز يمشي من المدينه بعد ما انقذها خلاص، فبيشوف سيس الوشم اللي على ايده وبيكون وشم المعبد، وبيقول ان هو اللي المفروض يبقى الملك مش تاو. فبيفهموا دار ان تاو اتربى عشان يكون ملك ناجح وانه الاحق بالمركز ده، وبيودوه عشان يكمل رحلته. وبيلاقي ان كيري ما قدرتش تسيبه وبتقرر انها تكمل معاه رحلته ايا كان المكان اللي رايحه.